السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ مرحبا بالجميع. كنتمنى تكونوا اموركم بخير وعلى خير. اليوم غادا نشارك معكم واحد الطريقه ديال المسمن والملوي، بزاف الملوي بالنسبه للمبتدئات اللي ما كيبغيش يصدق لهم الملوي. ان شاء الله غير ديروا هاد الطريقه ديالي ان شاء الله بحول الله. تبعوا المراحل اللي غادي نقول لكم بالتفصيل الممل، وان شاء الله غادي يصدق لكم من اول مره. ان شاء الله غادي نبداو بهذا. دائما الا غادي ناخذ الفورس كناخذ فورس يكون نوعيه جيده بالنسبه للمبتدئات باش دغيا نغلبوا على الملوي اللي غادي نديرو. كناخذوا بحال دابا خدينا جوج زلايف تاع الفورس، كناخذوا زلافه ديال الحرش رطب ماشي الحرش فينو. هذه باش يصدق لكم من اول مره. كناخذوا زلافه ديال التوراق باش غادي نورقوا، باش غنطلقوا المسمن ديالنا ولا الملوي. وكنحتاجوا الزيت باش كنطلقوا الملوي ديالنا ولا المسمن. وعاد كنحتاجوا باش نفرقوا بين الطيات كنحتاجوا الحرش فينو. هذا هو الحرش فينو، يعني تيكون حرش على الحرش رطب صافي. وكنديروا هذا الحرش كنديروا خميره ديال الحلوى كنخلطوه معها هكا، وكنخلطو حتى شويه ديال الفاني اللي بغى النسمه، يعني ما نديروهاش كلها، يطلع شويه تجي فيه نسمه باينه غير بالخاطر صافي. نخلطهم باش نورقوا ان شاء الله الملوي ديالنا مزيان، ونخليوه على جنب حتى نبغيو نورقوا. هادو هما المقادير اللي غادي نديرو دابا ان شاء الله. غادا نبدا كما قلنا باش نعبر كلشي يكون قدامكم. بسم الله. هيا الزلافه الاولى، الزلافه الثانيه، الزلافه الثالثه. حتى انا عندي هنا كيلو ديال الفرص، هذا راه غيكون قياس زلافه، يعني كيلو ديال الفرص. غادي ناخذ نص ديالو، نص كيلو ديال الحرش رطب. الزلافه الاولى والزلافه الثانيه صافي. صافي كنخلطوه بيدينا مزيان. كنخليها تندوبها. كنديرو المليحه، غندير القياس تاع الملحه. هنا نسيت ما قلتش في المقادير من هذا الخميره، كنديروا شويه د الخميره باش تعطينا غير شويه ديال التوراق، نتحكموا في التوراق يجينا ساهل دغيا. صافي غادي نزيد الماء البارد. انا كنعجن الملوي ولا المسمن بالماء البارد صافي. وغادي نبقاو نجمعوه في العجينه. هذا الطريقه اللي غادي نقدر نقول لكم ان العجينه ملي تكونوا كتجمعوها جمعوها وانتم غادي ما تجروهاش منه بالاولى، يعني نتوما غادي وكتدخلوا الدقيق في وسط العجينه اللي كنعطوا ليها الماء وغاديين، يعني ما نكبوش الماء في دقه واحده وما نكبوش حتى تجرى. كنطلقوا العجينه هكا بشويه وحنا كنعطوا ليها الماء بالخاطر حتى كنجمعوها. وغادي نبقى دابا هكا تنجمع العجينه كلها وانا بشويه بشويه، وانا كنعطي ليها الماء شويه بشويه وانا كنعطي لها الماء حتى تجمع. من الاحسن العجينه تاع المسمن تجي من الاول قاصحه، عاد نعطي ليها الطيع بالماء وندلكو ديك الساعه.
شفتوا يعني كنعطي ليها الماء وكندخل داك الدقيق الناشف كندخلو في العجينه. هذا هو السر ديال كلشي، يعني الفطائر المسمن الرزيزه ديال اننا ندخلو ليهم الماء شويه بشويه. المهم الطريقه ها هي دابا وريتها لكم حتى تجمعوا العجينه كلها ان شاء الله. غير بالخاطر عطوا ليها شويه ديال الخاطر غادا تطوي عليكم من بعد. انا باش ما نطولش الفيديو غادا نبقى نعجن شويه بشويه. ملي تقربت تجمع معايا ها هو بعد ما كملنا، يعني بقيت معها تقريبا خدات ليا واحد نص ساعه ديال الدليك. خلاص اللي عنده عجانه راه يديرها فيها وبقى غادي بحال العجانه، يعني بحال اليد حنا كنعجنوا وحنا كنعطيو لها شويه بالماء حتى كتعطي لنا الطول. صافي دابا كملنا. غدا نغطيها تقريبا واحد ساعه حتى ساعتين حتى 3 سوايع، قد اللي خليناها ترتاح قد اللي كتكون مزيانه كتعطي لنا الطعم اللي كنبغيو نورقوها. صافي ونسد نغطيها هكا. الا بغيتو بحال دابا هادي ديروها في الكوكوط تسدوا عليها خلوها تقريبا واحد ساعه ساعتين 3 سوايع ما كيضرش حتى تطلق، وديك الساعه نطلقوا باش ان شاء الله نطلقوها يا ربي. هنا من بعد ما خلينا العجينه ديالنا ارتاحت كنلقاوها عطات لينا الضوء. دابا غادي نكوروها، غندهنو يدينا بشويه ديال الزيت وندهنو الصينيه ولا الطاوه فاش غادي باش تعرفوا هاد العجينه مدلوكه مزيان كتعطينا هاد النفيخات هادو. صافي انا غادي نبقى هكا تنكمل. الزبده راني درتها الذوب، ها هي درت الذوب. غادي نزيد عليها تقريبا واحد نص زلافه ديال الزيت روميه غادي نبقاو هكا كنقطعوا الكريسات اللي قلنا هكا. الزبده ها هي يعني بعد ما دابت زدت عليها تقريبا واحد شويه ديال الزيت، تقريبا واحد 10 المعالق هكاك ديال الزيت روميه، ونخليها حتى تبرد بيد ما نكمل التكوار ديال هذا ونغطيوه باش يرتاح. عاد نبداو نورقوه ان شاء الله. نغطيه بابي سلوفان ولا بلاستيكه ونخليه تقريبا واحد ربع ساعه عاد نبدا. انا دابا هذا الشيء اللي كنوري بالنسبه للمبتدئات، يعني كنعطي لهم التفاصيل الصغيره اللي تقدر تنجح لهم الملوي ديالهم ولا المسمن. غادا نكمل العجينه ديالي ونتلاقاو ان شاء الله من بعد ربع ساعه. السلام عليكم مره اخرى. انا طلقت بعد ما ارتاحت العجينه طلقتها. غادا ندير مسمنات رغايف وغادا ندير ملوي. هادي الاخر في المسمن وعاد ندوزو للملوي باش نوري لكم الطريقه ديال الملوي. الاغلبيه كيعرفوا المسمن كيفاش يديروا ليه. اللي مهم هو انه يتورق مزيان. هاد ان شاء الله دابا غادا نبدا في الملوي. انا بديت شي وحدين، ضروري خصنا نطلقوها مزيان مزيان. داك الوقت اللي خليناه ارتاح فيه هو اللي كيعطي ليه الطعم، واللي مهم هو اننا نطلقوه حتى تبان البلاصه علاش كنخدمو، سواء رخامه سواء طبله كسريه صينيه. المهم خص يكون شفاف. صافي. بالنسبه للبنات اللي قلت لكم غادي على حسب يكونوا مبتدئات يلا بغاو يديروا الملوي، كنحاولوا ما امكن نجيبوها هكا مربعه. كنديروا الزبده والزيت اللي ذوبنا ديك الساعه، كنديروا شويه ديال الحرش فينو وكنبداو نلويو.
انا نعطي لكم هذا حل البنات اللي غيبغيو يلويو ويجيهم انه قاصح هكا باش يقدر يترجل ليهم اللويه. خليو هاد الطليقه اللي طلقنا تخليها حتى تبرد شويه، حيت لان الزبده ديال التورق بحال كتيبس، غادي تطلقها طوح في يديكم ملي تكونوا كتلويوها. دابا انا غادي نلويها ونخليها ترتاح. غادا نجيب اول وحده درت وغادا نبدا نطلق. شفتها ملي كتبرد الزبده يعني كتطلق، كتعطي لينا الطعم مزيان. نقرصو مزيان، ندوزو شويه ديال الدقيق والزبده ونلويوه. واللويه ما نجبدوش هكا، لا يلا نلويوها بالخاطر، غير هكا لا بالشور، بشويه بشويه الين نطلقوها كامل بحال هكا. ما نخافوش انها راه نقولوا راه قرصناها بزاف ما غاديش يبقاو دوك التنيات، لا غير تنيوها هكا. كنجيو حتى لهنا، كنحاولوا اننا نخرجوا هذاك الفوقاني باش بحال كيغطي اللويه كامله. صافي كنخليوها حتى ترتاح. انا ندير معكم عاوتاني واحد الملويه باش تبان لكم مزيان. كما قلت نحاول ما امكن نجيبوها مربعه وتكون رقيقه. هذا هو السر ديال الملوي، خص تكون هاد الطبقه هادي اللي كنطلقو يكون رقيق. نديرو نحرج فينو صافي. وكما قلت اللي غيغلبها هاد اللويه هادي تخليها واحد شويه، ولا بقات بحال دابا تطلق وحده والاخرى ترجع ليها وتلويها. هذا بالنسبه للمبتدئات. صافي نخليها ترتاح. هادو راه كيف ما وريت لكم ديك الساعه كيفاش كنطلقوه. كنجيو باش السر ديالو باش يعطي لينا زعما انه 100% غيجينا مرق. بالنسبه للبنات اللي يلاه بداو كنحلو هاد التنيات، كنبداو من الوسط وحنا كنحلو هكا صافي. وكنوركو كنقرصو وكنبقاو نحلو التنيات صافي. كندير لها هكا ونخليها عاوتاني حتى تطلق الطوح ونقرصوها باش نطيبو. نطلقها ان شاء الله ملي نبغيو نطيبو ان شاء الله يا ربي. وحده اخرى نديرو لها شويه ديال الدقيق حرش هكا فينو ونلويوها كيف ما قلت. ما نجبدوش، نعطيوها الخاطر ديالها ملي نكونوا كنلويو صافي. هاد من كنخليهم حتى كيرتاحوا صافي. كنجيو كنحلوا هاد الفتيحات كنفتحوهم مزيان باش كيعطيو لينا الطوح. كنوركو بشويه صافي كنخليها ترتاح. وملي نكونوا كنقرصوا كنديروا هكا باش كيتحلوا دوك التنيات تاع المسمن. هذه غادي تكون ارتاحت داكور صافي. حنا كملنا قرصناها، وكما قلنا حنا كنقرصوا حنا كنخرجوا هكا لبرا صافي. غادي نحطوها فوق المقله على هاد الوجه، فوق هاد الوجه غادي نحطوها ان شاء الله. كنحطو وكنلويو وديك الساعه كنحاولوا نقلبوها. ملي نكونوا نطيبوها كنقلبوا. وحنا هاد الصباح الا كيتلاحظ كندير ليه هكا باش كتجي مرقه. كنعطيو الطريقه مزيان صافي ونقلبوها صافي ونخليها طيب من هاد الجنب ومن هاد الجنب ونحطوها صافي. هي الجهه طابت
نتجا باقي لها شويه. صافي ونحطها. ملي كنحطوها نحاولوا معاكم نديرو غير شويه. ها صافي راه تبارك الله الا كتشوفوا راه مورق. صافي غادي ندير الاخرى دابا تطيب وصافي من بعد نوري لكم الطبق النهائي ان شاء الله ملي نكملوا كاع الملويات والمسمنات ديالنا ان شاء الله. ها هو كويس ديالنا ديال اتاي من بعد ما كملت المسمن والملوي. ها هو كيفاش كيجي مورق من الداخل. ها هو يعني غير قولوا بسم الله وديروه ان شاء الله غادي يصدق لكم 100% وبصحه والراحه للجميع. نتمنى ان شاء الله هاد الملوي اللي درت معكم بدوك الاسرار الصغيره اللي كنعرف واللي كينجحوا يعني من المره الاولى، كنتمنى انكم تجربوه وما تعكزوش عليه وان شاء الله كما كنقول دائما ينال الاستحسان ديالكم. ان شاء الله في فيديو اخر. بسلامه عليكم بجميع المتمنيات والى اللقاء. يلا باي باي.